ففي يوم من الايام اتنكر على شكل ست مغرية. تخيل بقى، معرفش طبعا عملها ازاي بشعر ايديه وشعر صدره والقرف واليعي ده، بس المهم انه عرف يعملها يعني. يلا بينا. صبا مساء خير عليك يا جدع. اعتقد ان الفيديو ده هيبقى يوم الوقفه، يا اما هيبقى قبل الوقفه بيوم، حاجه كده. المهم كل سنه وانت طيب يا جدع، عيد سعيد عليك. اتمنى تكون استفدت بالعشر ايام دول، وتكون حاولت تغير من نفسك وتصلح للاحسن. وخلينا نبدا على طول عشان نسيب الهري لقناه معدي. يا ترى بقى يا جدع، سمعت قبل كده عن بطل شعبي اسمه علي الزيبق؟ قصته اتحكت في الف ليله وليله. احنا عارفين طبعا ان قصص الف ليله وليله كتير يعني، بس الفكره ان قصه علي الزيبق بالاخص في ناس بتقول عليها حقيقية وناس بتقول عليها خيال، زي أي قصة في ألف ليلة وليلة. فاللي جاي ده مش مجرد خيال أو مجرد حكاية في قصص شعبية، ده هيبقى كشف حساب لأسطورة شعبية عاش فيها الخيال جنب الحقيقة. الزمان بتاع الحكاية دي محدش عارفه بالظبط، بس كل حاجة ابتدت بين خناقة بين اتنين، ما يقال عنه صراع. المقدم حسن راس الغول، وبصراحة اسمه حلو يعني، راجل طيب شريف محترم اديبه في نفسه كده يعني. وزنقر الكلبي، وده كلبه هو، ملناش دعوة بالموضوع ده. أو صلاح الكلبي، وده برضه كلبه هو، ملناش دعوه. وده بقى كان واحد فاسد ودمه تقيل جدا جدا جدا، زي ما باجي اهزر معاك كده، دمي تقيل جدا شاوي يعني بصراحه. لا ما تنكرش ان انا بحط متعه في حياتك وبعمل لك حركات. المهم ان الاتنين كانوا بيتخانقوا على منصب قائد الدرك، بس صنقر فاز للاسف يعني. وكمان قدر ان هو يتخلص من حسن راس الغول، بس اتخلص منه بالغدر. بعت له الجاريه بتاعته المزه الوتكه، وحطت السم الحسن في الاكل بتاعه، وقد مات مسموما وليس مهموما. ولما مرات حسن علمت باللي حصل ده، كان اسمها فاطمه الزهراء، اول ما خدت خبر بموته جريت على الاوضه، لمت بعضها وقامت روحها للقاضي اللي اسمه نور الدين، وده ابوها، وعاشت معاه. والقاضي ده كان في الفيوم، وهناك يا جدع اتولد البطل علي. بص الاسم علي، وعلي من وهو صغير. وفاطمه بدات تجهزه، علمته الفروسيه، علمته مسكه السيف، علمته الشجاعه، علمته المروءه، علمته العسل، علمته البصل. غير ان هو كان جميل، شكله جميل بشكل ملفت اصلا، واد مز يعني، بس قلبه كان طيب. غير ان هو كان شقي جدا جدا جدا. من اخرها كانت بتعمل له زي اعداد يليق باسم ابوه حسن راس الغول، وقررت كمان ان هي تبعته للازهر الشريف عشان يتعلم العلوم الدينيه على ايد شيوخ مشهود ليهم ان هم فاهمين اللي بيعملوه او عارفين هيدرسوه الشيء ده ازاي. ورغم ان هو كان شاطر جدا في دراسته، بس فجاه كده هرب من الازهر وخد بعضه وراح مكان اسمه ارض الرميله. ارض الرميله دي اللي هي ميدان القلعه دلوقتي، وتعرف على ناس هناك اسمهم جماعة الشطار. كانوا ناس ضد الحكم، ضد الفساد، وكانوا دايما بيلعبوا بالسيوف لعب. الغريبة بقى ان علي بقى نجمة ما بينهم، ما بقاش فيه سيف اقوى من سيفه. وجماعة الشطار لما شافت علي بالقوة دي وبالشطارة دي، عرضوا عليه ان هو ينضم لهم. وطبعا كان علي خلاص اقتنع اصلا بافكارهم من كتر ما قعد معاهم، وعرف فساد السلطة اللي حواليه، وفعلا انضم. ومع مرور الوقت علي بقى اقوى فارس فيهم. وفي يوم ما او في لحظة كده، علي كان في السوق بيتمشى، شاف رجالة صنقر الكلبي وهم بيظلموا الناس في السوق وبيقهروهم بيقهروهم، ممكن كده تكون ظهرت. هو شاف طبعا رجاله صنقر الكلبي والكلام ده كله قبل ما يعرف اصلا اللي حصل بين صنقر الكلبي وبين ابوه، وان هو اللي قتل ابوه اصلا. وعلي لما شاف اللي حصل في السوق والظلم اللي حصل، قرر ان هو يقضي على ظلم صنقر الكلبي او صلاح الكلب وكل رجالته. وفعلا في يوم من الايام علي اتنكر على شكل خدام، ودخل قصر صنقر الكلبي فعلا، وبدا يعرف كل تحركاته وكل كبيره وصغيره بتحصل. كل ده عمله عشان يقدر يتفوق عليه ويقدر ينجح في ان هو يقضي عليه. وفعلا بقت اي مواجهه تحصل بين رجاله صنقر الكلب وجماعه الشطار، طبعا جماعه الشطار اللي بتكسب عشان عارفه كل التحركات، كل خطه بتحصل، كل صفقه بتحصل لازم يكون علي عارفها ويقول لهم عليها. ففعلا جماعه الشطار بقت دايما بتكسب المواجهه، وده خلى صنقر الكلب يشك طبعا. غير ان علي كان شاطر جدا 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 في التخفي، وان هو يتنقل اللي هو يعمل باركور ولا الحاجات دي بقى، وينط من سطح لسطح والحركات دي كاننا في اساسين كريد. هو كان شاطر في الحاجات دي قوي. وبسبب هروبه من الشرطه بتاعت صنقر الكلبي والحركات والنط في البيوت ويعمل الكلام ده كله، طلع عليه اسم علي الزيبق. والزيبق طبعا عشان الزيبق محدش بيعرف يملكه يعني. في زماننا ده لو ظهر علي الزيبق هنسميه علي المايس، عشان مع المايس محدش بيعرف يملكه. معنا في زمن غريب والعياذ بالله. وزي ما قلت لك قبل كده ان علي كان عيل مز، عيل شكله حلو جدا مفتون الجمال. ففي يوم من الايام اتنكر على شكل ست مغريه. تخيل بقى، معرفش طبعا عملها ازاي بشعر ايديه وشعر صدره والقرف واليعي ده، بس المهم انه عرف يعملها يعني. وصنقر وقع في فخ المزه اللي هي علي، وقعد ينخشه يقول لي ولا بس يا ولا يا صنقر
صنقر بقى ولا عيب يا ولا الحركات دي، ويبين له حته من هنا وحته من هنا لحد ما صنقر وقع في الفخ. واول ما اختلب الصنقر علي قام كاشف وشه تاتا تاتا وقام مديله ربطه يا معلم وبدا يعذبه. طبعا انت فاهم هو عذبه ازاي، وانا مش هقول لك عذبه ازاي لان انا متخيل زيك هو عذبه ازاي. وبعد كده ساب الصنقر مربوط زي ما هو وهرب بكل سرعه ومهاره، ولم يستطع احد الامساك به لانه علي الزيبق وليس علي المايس يا مايس. الفكره بقى ان ما عداش وقت كتير على اللي عمله والمصيبه اللي عملها دي، وعلي قام رجع متنكر تاني ولا تالت، بس المره دي اتنكر على شكل دكتور يهودي وراح لصنقر الكلبي، لانه وقتها صنقر الكلبي كان تعبان ومحتاج دكتور يعالجه لانه كان عنده جروح. طبعا احنا عارفين الجروح جت ازاي، لما علي الزيبق دخل على صنقر الكلبي بشكل مزه وظبطه يا معلم. فقمه الفجر ان هو قام عامل نفسه دكتور يهودي وراح يعالج له جروحه، وفعلا عمل نفسه ان هو بيعالجه وكتب له على صبغه. الصبغه دي فيها زرنيخ مسموم، او الزرنيخ عموما بيسم، بتوقع الشعر والحواجب واي حاجه فيها شعر، اي حاجه انت فاهم. وبقى صنقر الكلبي اضحوجه الناس بسبب اللي بيحصل له، واسم علي الزيبق بقى بيتردد في كل حته حرفيا، بطل بين الناس، بيحارب الفساد، بيرد المظالم، وبيقيم العدل ما بينهم. وطبعا الاحداث اللي حصلت الكتير دي والبهدله اللي حصلت في صنقر الكلبي وشهره علي، كل الكلام ده وصل للسلطان، والسلطان قرر ان هو يستدعي صنقر الكلبي عشان يعاقبه ويحاكمه بعد ما عرف ان هو فاسد فعلا. بس ولي مصر قرر ان هو يتستر على صنقر وعرف يفلته من العقاب اللي كان هيحصل له. بس هل صنقر الكلبي تعتقد ان هو هيسكت؟ لا طبعا. صنقر الكلبي فكر يعمل لعلي كمين، واللي ساعده في الكمين ده كان اخته، اخت صنقر الكلبي شكلها كلبي زيه، وبعت له اخته كانها واحده مظلومه ومحتاجه يترد لها المظالم بتاعتها. وبسبب شهامه علي وافق طبعا ان هو يساعدها، وفعلا الكمين اتعمل واتقبض على علي، وقاموا مجرجرينه يا جدع ورابطينه في ميدان عام عشان اللي رايح واللي جاي يتفرج عليه وهو بيتشنق. وفعلا الناس اتجمعت، بس الغريب ان محدش اتكلم ولا حد دافع عنه، حتى نسيوا اصلا ان علي ده بطلهم، نسيوا ان ده اللي كان بيدافع عنهم، نسيوا ان هو اللي وقف قدام الظلم والقهر اللي كان بيحصل لهم. وعلي اصلا كان متاكد ان هم هيقفوا معاه، بس اندهش لما شاف المنظر ده. حتى والله انا من فتره كده شفت زي فيديو قصير ده اللي بينزل على السوشيال ميديا على الفيسبوك والتيك توك وكده، لراجل مريض مرمي على السرير مش قادر يتكلم، وبيقول لابنه اصحابك فين؟ السؤال يخليك تتضايق كده انك تفكر مين الاولى مين الاهم، فين اللي المفروض يقف في ظهرك. فانت اوعى تدي للناس اكبر من حجمها يا جدع، واوعى تختار دايرتك غير لما تكون متاكد ان دول يستاهلوا ان هم يبقوا حواليك وان انت تقف في ظهرهم زي ما هم يقفوا في ظهرك. المهم نرجع لعلي وهو في الميدان والناس عماله تتفرج عليه، محدش فكر يساعده، محدش فكر يقف جنبه. ولكن فجاه في وسط الاحداث دي كلها في فارس ظهر فجاه في الميدان ونزل من على الحصان بتاعه، وحرفيا بدا يطير رقاب الحراس اللي حوالين علي كلهم. كان رشيق جدا بصراحه، وقام فاكك علي وحرره وخد علي وركب الحصان وهرب. كل ده والناس مذهوله من اللي بيحصل وازاي حصل الكلام ده كله بالسرعه دي، ومين الفاجر اللي عمل كده. مين بقى الفارس ده يا جدع؟ ده فاطمه الزهراء ام علي، ومن اليوم ده اتعرفت باسم انثى الاسد، او زي ما انت فهمت الاسم بسبب الشجاعه اللي عملتها. وفاطمه لما هربت بعلي ما دام وصلت بعلي يبقى استنى اشرب عشان الموضوع كده بيضيق. السلام مع السلام. مش هتكلم عن اللي حصل دلوقتي، اكيد انت عارف انا عايز اقول ايه، واكيد انت قلتها دلوقتي. المهم فاطمه لما هربت مع علي قعدت تلومه جدا ان هو ليه مش معرف الناس هو مين، ليه مش مشارك الناس حلمه، ولمته ان بسببه وبسبب ان هو مش مشارك الناس ولا قايل لهم على حاجه الناس سابته في الميدان وما فكرتش ان هي تساعده. ومن هنا علي بدا يفهم حاجه جديده. علي فهم ان هو لازم اما يجي يناضل لازم يناضل مع الناس ولازم يشارك الشعب كله معاه. وفعلا بدا ان هو يحط صنقر في دماغه، وحط معاه حد كمان اسمه المحتسب، ده كان وزير الاستثمار اللي بيتستر على الصنقر اصلا، اللي باع اراضي البلد كلها لواحده اسمها دليله المحتاله او جاسوسه الفرس. بس دليله ما كانتش سهله جدا لما لقيت نفسها دخلت في الليله وان كده مصالحها هتتضرب بسبب علي، فلعبت بقى مع لعبه كبيره شويه. بعتت لعلي بنتها كان اسمها زينب وقالت لها حاولي توقعيه في حبك وتسيطري عليه باي طريقه. بس اللي حصل يا جدع ان زينب هي اللي وقعت في حب علي، وحبهم بقى اجمل ما كتب في قصص الف ليله وليله. وطبعا انا مش هحكي لك قصه الحب العظيمه دي لان احنا مش بتوع حب. وكمان اتجوزوا بامر السلطان نفسه، والسلطان عرض على علي منصب المقدم بتاع الدرع اللي هو منصب ابوه اصلا، وكان منصب الصنقر الكلبي. وطبعا السلطان طلب منه كده بعد ما اتاكد ان علي نبيل فعلا وان هو بيعدل بين الناس. بس الاغرب بقى ان علي رفض وقال له انا من الناس ومش عايز ابقى فاسد بالغلط، فما تحطنيش في مكان يفسدني. وقصه علي الزيبق بدات تتنقل من جيل لجيل، وبقى مشهور جدا بجمله البطل اللي مش لابس تاج.
علي. ممكن يكون علي واحد مننا بس قرر يقاوم، وتحولت شخصية علي الزيبق لرمز من رموز المقاومة ورمز من رموز العدل، واتعمل منه مسلسلات كتير زي مسلسل فاروق الفيشاوي اسمه علي الزيبق، واتعمل منه قصص كتير واتاخد منه او اقتبس منه قصص كتير وافكار كتيرة جديدة. بس في حاجة بقى، كل ده احنا شايفين قصة من ألف ليلة وليلة، بس مثلا لو جبت كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير هتلاقي ان هو فعلا ذكر قصة علي الزيبق، وان اول مرة يتذكر فيها القصة دي كانت في الكتاب ده قبل ألف ليلة وليلة، وان دي كانت اول مرة يتذكر اسم علي الزيبق في كتاب تاريخي وموثق، والكاتب اكد ان الاحداث دي كانت قصة حقيقية وانها حصلت في القرن الرابع الهجري في مدينة بغداد ايام عصور الدولة الفاطمية، وبيقول ان القصة دي حصلت ايام الفتنة بين السنة والشيعة، فده تأكيد ان علي الزيبق ممكن يطلع حقيقة. وكمان اول ظهور لمخطوطة مصرية موثقة كانت بتسرد نفس احداث القصة دي، ومش مجرد اسم بس، ما ذكروش علي الزيبق بس، ذكروا القصة كمان. كانت المخطوطة النادرة بترجع لسنة 1880 لكاتب اسمه الحافظ احمد ابن عبد الله الناصري، وبيقول الكاتب ان الخليفة المذكور في المخطوطة دي هو هارون الرشيد، وهو احد خلفاء الدولة العباسية يعني، والمفروض ان هو عاش في القرن الثاني الهجري، وبكده يبقى التاريخ بدأ يختلف، في ناس قالت في القرن الرابع وفي ناس قالت في القرن الثاني، ابن أثير قال الرابع والحافظ احمد قال في الربع الثاني. بس جه دكتور محمد سيد عبد التواب وبدأ يدرس المخطوطة النادرة، غير ان في باحثين كتير كمان بدأ يدرسوا المخطوطة دي واكدوا ان مفيش تاريخ محدد لوقت القصة دي بالتحديد، بس اكدوا ان فعلا في احداث منها حصلت في مصر. ولحد يومنا ده محدش يعرف القصة دي حصلت في العراق ولا حصلت في مصر، بس كما هو الحال في القصص الشعبية ان القصة لفت على مدار سنوات طويلة جدا، وفي عشرات من المؤلفين ومن الشعراء شاركوا في ان هم يحطوا احداث في القصة ويعدلوا عليها، بس مفيش اي اختلاف على ان القصة دي حقيقية او تفضل حكاية بطل واسمه علي الزيبق. قولي بقى في الكومنتات يا جدع، تقتنع ان هي حقيقية ولا مجرد خيال وقصة في رواية؟ ولو كنت مكان علي الزيبق كنت هتعمل ايه؟ وهل فعلا الشخصيات الشعبية اللي احنا بنسمع عنها موجودة فعلا ولا مجرد قصص وبتجري في التاريخ وبتوصل لنا، ولا ده مجرد خيال عبقري من الديبو وهيعيش له قرون قدام؟ اشترك في القناة بقى، فعل الجرس، دوس لايك، سيب لي كومنت تحت ورد على الأسئلة. ولو عايز تعرف باقي الحكايات الشعبية اكيد هتعرفها لان احنا بنقولها غير اي حد طبعا يا بابا، احنا جامدين قوي. وما تجيش تقول لي انا مستني كذا وكذا في قناة مع الديبو، قناة مع الديبو انا مع الجحيم يا حبيبي، مع الجحيم يا بابا، بقول لكم الله يبارك لكم، خد بوسه.